على فكرة الحكومة باقية والنائب العام باقي، ده آخر كلام أكد رئاسة الجمهورية المستشار طلعت عبد الله. النائب العام باقي في منصبه ويمارس مهام عمله. وأعلن الوزير المفوض عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي أن النائب العام باق في منصبه ومستمر في عمله، مؤكدا أن عملية طعن الرئاسة على حكم محكمة الاستئناف بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ما زالت قيد الدراسة. وإن كان في خبر تاني برضو أن النائب العام بيؤكد أنه هيطعن. ده على الماشي كده. في كمان حاجات على الماشي كده. الكهرباء آخر كلام من المهندس أكسم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء، ده في الأهرام وده يعتبر رسمي لجرنان قومي كبير، وكنت تصريح من أكسم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء أنه لا يوجد قرار بفصل تيار الكهرباء عن المواطنين مرتين يوميا. مفيش قرار بالفصل مرتين، مشيرا إلى أن المتفق عليه حاليا هو تخفيف الأحمال لمدة ساعة. اللعب بالألفاظ إيه؟ معلمة. بقينا في دنيا تانية. التعريض بقى على ودنه. عايزين تاخدوها بمعنى تاني في الكلمة شوية كده، روحوا مفيش مشكلة، بس التعريض على ودنه. تعريض الكلام إن هو مش هيقطع الكهرباء، هيخفف الأحمال لمدة ساعة واحدة على مستوى الجمهورية بالتناوب بين جميع المناطق دون استثناء. وطبقا يعني هيقطعوا مصر الجديدة. لما انت بتقول كده بقلب مليان كده، فم مليان كده، هتقطعوا التجمع الخامس؟ يعني بلاش الكلام ده، بلاش. يعني ما كانش ليها لازمه بدون استثناء دي، عشان خاطر تبقى عندكم فرصه انكم انتوا لما في مناطق ما تقطعهاش نبقى نقول ما قالوش، قطعوا خلاص مناطق ومناطق لا. فدلوقتي احنا ايه؟ تخفيف الاحمال، مش هنقطع الكهرباء، هنخفف الحمل لمده ساعه يوميا. ايه الساعه بقى دي هتبقى كام؟ انت بقى هتقطع عندك من 7 ل 6، وانت هتقطع عندك من 9 ل 8، انا بقولها بالشقلوب، وانت هتقطع عندك من 11 ل 10، وهكذا. يعني هتقطع ساعه في اليوم، بس مش معروف بالظبط ايه الساعه دي. وكنا قلنا انه فكره مش بطاله ان الناس تعرف ان الكهرباء في منطقه حي السيده زينب هتتقطع عن المنطقه دي من 6 ل 7. الناس تعرف، لكن الناس هتعرف حاجه تانية. هتعرف ان حكومات مبارك كانت افضل من حكومات الاخوان المسلمين. ما كانوش بيقطعوا الكهرباء ولا بيغلوا الاسعار بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ولا بيفرضوا ضرائب عجيبه، وده هنتكلم عليها بعد الفاصل. حكايه الضرائب اللي طالعه جديد دي، لما جم يناقشوا قانون الضرائب في مجلس الشورى راحوا مانعين الصحفيين، لكن طبعا مش هيغلبوا الصحفيين، مش هيغلبوا. جبنا المعلومات كلها، النصر اليوم نشر المعلومات كلها، ايه اللي حصل وايه الحاجات اللي هتزيد، وضرائب بالهبل، ذبح. حتى المشروعات الصغيره مش سايبينها. الازمات الجماعه الاسلاميه، الازمات مفتعله. الجماعه الاسلاميه سامح فهمي سبب مشكله نقص الوقود والازمات التي تحاصر المواطن مفتعله. مش فاهم يعني ان الاعلام يتجاهل ازمه السولار والبنزين ويهتم بازمات مفتعله، محذرا. الله، اذا كنتوا انتوا بتقولوا ان في ازمه سولار وبنزين واحنا بنتجاهلها، ما حدش يتجاهلها، لكن في ازمه سولار وبنزين ولا لا؟ في ازمه. محذرين من اننا مقبلون على صيف صعب، مشيرا الى دور وزاره البترول والتموين والداخليه والاعلام الى جانب القوات المسلحه في حاله تلك الازمه. يعني في ازمه، ما تقولوا عشان الناس تعرف. احنا وصلنا لحاله ايه؟ طب هتقطع الكهرباء امتى؟ الساعه 7 ولا الساعه 8؟ الناس خلاص غلبت. هم دول الناس اللي مهدي عاكف. على كل حال انا نسيت اقول لكم الجزء ده في مهدي عاكف، انه قال انه هقول لكم، قال انه المرشد مش فاضي يحكم مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مشروع النهضه المعلن كبرنامج انتخابي للرئيس المرسي محمد مرسي ماشي، لا يمكن تنفيذه دون اخونه اجهزه الدوله، مؤكدا
أن الرئيس المرسي محمد مرسي ورغم عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة ومواجهة هجمة إعلامية وقضائية شرسة. يعني حد يقول كده إن الرئيس مش عارف يمسك على إيده، مش عارف يسيطر على الدولة؟ ده كلامه كده إن الرئيس مش عارف يسيطر على مفاصل الدولة. مش أمال مين اللي يسيطر لما الرئيس ما يعرفش يسيطر؟ قولوا لنا أنت السؤال ده، مين اللي يسيطر إذا كان مهدي عاكف بيعترف إن الرئيس مش عارف يسيطر على مفاصل الدولة؟ مننا ومن القضاء. إحنا كام واحد بقى على كده؟ إحنا بقى الإعلاميين اللي هم عاملين عليهم هيصة جامدة قوي دي. أنا عايزكم تعدوهم، تعدوا كام إعلامي موجود في الشاشات دي كلها غايز الإخوان وبيهاجم الإخوان المسلمين، ورجعوا تاني للمجموعة دي اللي انتوا هتحصروها، اللي هم هيطلعوا ايد واحدة او ايد ونص، مش هيبقوا ايدين، ايد واحدة او ايد ونص، مش هيزيدوا عن كده. يعني عدوا بصباع كده، صباع كده، اي صابع انتوا تعجبكم، احنا الصابع شغالين في الصابع تمام. اللي هيطلعوا عدد قليل في الاخر مش كتير. احنا اللي مبوظين الدنيا. طيب يعني مفيش مشاكل في البلد؟ يعني مفيش أزمة سولار في البلد؟ يعني احنا لو اختفينا كده، لو قعدنا كلنا في بيوتنا، الناس هتلاقي السولار بكره وهتلاقي البنزين بكره، والانبوبه البوتاجاز هترجع في كلامها تاني، ترجع ب 4 جنيه، هنحركها لمكانها الاولاني. ده غلب. الشورى يوافق بشكل نهائي على استخدام الشعارات الدينيه في الانتخابات. الشورى يوافق بشكل نهائي على استخدام الشعارات الدينيه في الانتخابات. يعني لو طلع مسيحي وحط يافطه وقال المسيحيه هي الحل، محدش يقدر يفتح بقه. ازاي تعملوا كده؟ سهله، لان المجلس الشورى فيه اظن 95% تيار اسلامي، فبيعملوا اللي هم عايزينه، مش ان البلد المفروض ان هي محتاجاه، مش ان البلد مفروضه محتاجه ده. ومهدي عاكف اكد نقطه مهمه، انه الدكتور مرسي مش هيعرف ينفذ برنامجه اللي هو مشروع النهضه العظيم الا لما يأخون الدوله، فلازم كلكم تأخونوا الدوله او كلكم تنضموا للاخوان المسلمين. فاصل بقى.